اوه جمهوره ده ايداع. الف الف مبروك يا رجاله كل اهلاويه. ودلوقتي الدوري عشان ناخده بقى تحت ايدينا احنا، بقى تحت رجلينا احنا. خلي بالك برضو البنك الاهلي ما عملش كده من فراغ. البنك الاهلي كسب بقى الرابع عشان دلوقتي بقى الرابع، فدي بالنسبه له. مدحت قبل الماتش بتاع بيراميدز بيقول لي ايه؟ بقول له يا ابني يا رب يتعادلوا. بيقول لي لا هيخسروا. قلت له ازاي هيخسروا يعني؟ قال لي لا هيخسروا. قول لي بقى يعني انت كان في دماغك فيها ايه عشان تقول لي النتيجه دي تحصل، ان بيراميدز يخسر 4-2 من البنك الاهلي؟ بص يا حمدي، اول حاجه انا كان توقعي ان هو يخسر، اول حاجه، لان دلوقتي هو عليه ضغط كبير جدا. كان الفرق بينه وبين الاهلي قبل الماتش ده ما يخسر كان فرق نقطه واحده، غير ان هو اول مره يتحط في الضغط ده. تالت حاجه عنده افريقيا عمال يفكر فيها، فهو اول مره يبقى موجود وسط البهرجه دي، وسط الكلام ده كله، وسط الحاجات دي كلها، وسط ان هو يبقى عنده ناس اصلا بتشجعه بقى من جمهور التاني او من اي جمهور تاني. بتلاقي في انا عايز اكسب وفي ضغط عليه. غير كده وكده هو كان في الاول ايه يعني، انت لو قارنت مثلا عندك نادي انتر ميلان، عندك الانتر عنده بيلعب كاس وبيلعب دوري وبيلعب بطولات تانية كتير. دلوقتي لو اتفرجت عليه في الدوري هو خسر اخر 3 ماتشات علشان يركز في حاجه واحده بس. والماتش اخر 4 ماتشات فاز في ماتش بالعافيه اخر ثانيه، و3 ماتشات خسر فيهم. بالظبط. انت بقى هل انت كبيراميدز لسه طالع، لسه فريق بتحاول ان انت تثبت نفسك، هتقدر تحافظ على ان انت تلعب دوري بكامل القوه وهتلعب افريقيا؟ انت لازم تقع بدنيا. يعني هو كده انت متوقع ان هو هيخسر من صن داونز في افريقيا؟ لو ما ركزش هيخسر. انت دلوقتي اصلا البنك الاهلي عمل معاك ايه؟ البنك الاهلي الشوط الثاني سابك شويه. المدرب ما شاء الله عليه قرا الماتش بسرعه، قرا ان انت عندك مساحات ورا، اديك شايف الدنيا، وشاف ان انت لو خدت بالك هو لما عمل تغيير محمد حمدي عمله ليه؟ هجومي صح؟ راح منزل مين؟ عندك السيد نيمار نزل عمل لك عرضيتين، عمل اسيست، جاب جول. فهو قرا الماتش كويس جدا. من رجل من لعيبه زملكاويه. اول 3 اجوان للبنك الاهلي من لعيبه زملكاويه، والجون الرابع اسيست من لاعب زملكاوي برضه يعني. طبعا والله اقسم بالله. طيب بص بقى يا سيدي، انا عن نفسي انا مش كنت متوقع ان النتيجه دي خالص، والسيناريو اللي موجود للماتش الممتع ده انا بعتبره الماتش ده ماتش فيصل للدوري المصري السنه دي، دوري نايل. الماتش ده ماتش هيحكى عليه كتير قوي. ايا كان بقى لجنه التظلمات ولا لجنه مش عارف ايه دي هيقولوا هو هيخصموا 3 نقط للاهلي غير ال3 نقط المخصومين. ايا كان النتيجه ايه مش تفرق معانا. انا شايف زي ما مدحت بيقول فعلا الخبره الاداريه اللي موجوده عند بيراميدز مش موجوده زي الخبره الاداريه موجوده عند النادي الاهلي. وعايز اقول لشوبير ايه قوه قلبك دي يا شوبير انك قصدي عايز اقول لخطيب ايه قوه قلبك دي يا خطيب انك تاخد قرار اللي انت تنسحب من الزمالك. هل انت كنت شايف السيناريو اللي احنا شايفينه ده؟ يعني هل الخطيب واداره مجلس النادي الاهلي كانوا شايفين السيناريو اللي احنا شايفينه ده؟ بصراحه يعني شابوه الصراحه، يعني بالامانه شابوه. مش عايز اطول عليكم.